صباح الفل على كل الاهلاويه في كل مكان. الفيديو ده معمول خاصه للناس المصريين الاهلاويه اللي جايين امريكا عشان يشجعوا النادي الاهلي. عايز بس اقول لكم على 7 حاجات تحذيريه، يا ريت تخلوا بالكم منها لما تيجوا زياره لامريكا. حاجات ما تعملوهاش، تمام؟ سواء بقى جاي تقعد فتره قصيره، سواء جاي تقعد فتره طويله. انا بتكلم عن الناس اللي اول مره تزور امريكا عشان خاطر يتلاشوا هذه المشاكل ويتلاشوا اي عقاب قانوني يعني. تمام. اول حاجه يعني لا قدر الله لا قدر الله كان في شجار مع اي حد او اتخانقت مع اي حد، ونتمنى طبعا ان ده ما يحصلش لان ده مشكله كبيره. اياك والتهديد. يعني اوعى في وسط الكلام زي ما بتقول في مصر، والله ده انا اقتلك، ده انا اذبحك، ده انا هسويك، ده انا هعملك. اوعى تطلع من بقك كلمه تهديد او توعد. اوعى. هنا التهديد لو حد سجل لك انت رحت ورا الشمس، تمام؟ مش زي مصر بتعدي او في اي مكان بتعدي. لا لا لا، احنا عارفين ان احنا كلنا قلبنا ابيض وبنقولها بس ساعه غضب وبتاع. هنا مفيش الكلام ده. هنا مفيش حته لا معلش ده نيته كذا او ما كانش قصده. لا لا، مفيش الكلام ده. هنا انت لو هددت حد واثبت عليك كذا او حتى اشتكاك بكده وكان في اي دليل او اي حد كان موجود، حد شاهد، حد سجل لك، وانت عارف دلوقتي كل واقف بالكاميرات وبيسجل، فخلي بالك من النقطه ديت عشان دي مصيبه بمعنى الكلمه. تاني حاجه التنمر والعنصريه، خدتهم الاثنين في حاجه واحده مع بعض. اياك ان انت تكون مثلا موجود في حاجه مش عاجباك، شخص مش عاجبك، لون بقى، دين، هو منين، الوطن، مش عارف الشكل، الكلام ده. اوعى تتنمر على حد او تظهر عنصريه في كلامك حتى ولو بهزار، ويكون حد بيسجل او حد بيعمل. دي هنا قضيتها كبيره قوي قوي، فخلي بالك من النقطه دي وحاول تتلاشاها باي طريقه يعني. تالت حاجه طبعا كسر قواعد المرور. حاول قبل ما تيجي، او لو انت هتسوق هنا في امريكا مثلا برخصه دوليه او باي شيء، حاول تعرف قواعد المرور هنا كويس قوي 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 قبل ما تسوق، عشان هنا كسر الاشاره هنا ده مصيبه. انت هنا بتعرض حياه ناس للخطر ودي جنايه، تمام؟ ففي هنا حاجات القانون بيتعامل بيها على انها جنايه. فهنا السرعه الزايده ده ممكن تاخد عليه مخالفه عاديه، لكن الكسر الاشاره الحمراء ده هنا مصيبه. او السير عكس الاتجاه، معلش الحته دي اخدها سريع والكلام ده، هنا مفيش الكلام ده، تمام؟ خلوا بالكم وحاولوا تشوفوا قواعد المرور كويس قوي 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 في امريكا. اقرا عنها ويعني اعمل سيرش كده واقرا عنها قبل ما تدخل البلد وتحاول تسوق هنا او اي شيء. دي كده كانت تالت حاجه. رابع حاجه التحرش، سواء بقى تحرش لفظي، تحرش بصري، تحرش باللمس او باي شيء. بص، هتقولي ازاي ده امريكا بلد مش عارف ايه. لا معلش، هنا كل شيء بالرضا. بمعنى ايه؟ انت لو معاك الجيرل فريند بتاعتك او معاك واحد صاحبتك او اتعرفت على واحده وانتوا الاثنين هي موافقه، تمام. الحكومه تحرسكم كمان، مش بس تشيل نظرها عنكم، لا دي تحرسكم كمان ومحدش يتعرض لكم. لكن لو اوعى عملت اي حاجه غصب عن حد، دي هنا برضو دي مصيبه كبيره جدا وقضيه كبيره. فخلي بالكم. نتمنى طبعا ما فيش اي حاجه من دي تحصل، واسف على الكلام ده بس هو ده فعلا الواقع. فخلوا بالكم من النقطه دي كويس جدا جدا جدا. هنا ممكن انت لو بصيت لواحده مره والثانيه والثالثه وهي لحظه الكلام ده ممكن تطلب لك 911، هتلاقي نفسك ورا الشمس، تمام؟ فخلي بالك من النقطه دي كويس جدا جدا جدا. النقطة اللي بعد كده الشرب في الشارع. لو انت مثلا يا عم بتحب تشرب وبتاع وكلام من ده، بيرة او حاجة من دي او اي خمور، ممنوع هنا الشرب في الشارع، ممنوع. او وانت سايق على الاخص، يعني اوعى تشرب وتسوق، تمام؟ فخلوا بالكم من النقطة ديت عشان لو الشرطة وقفتك برضو دي قضية. النقطة اللي بعد كده ان انت القاء التهم او ان انت تتبلى على حد. اوعى تتبلى على حد، اوعى تتبلى على حد بالزور بدون ما يكون معاك دليل. طبعا دي اكتر للناس اللي عايشه هنا، عشان الناس اللي في الاشغال والوظائف ويقول لك ده اخد فلوس، ده عمل، ده مش سوى. خلي بالك عشان خاطر هنا النقطه ديت مهمه جدا جدا.
انت اللي يعني هو لو اشتكاك هيترفع عليك قضيه وهتدفع مبالغ كبيره جدا جدا جدا، وحلني بقى على ما تثبت عكس كده يعني. فخلي بالك ما تتبلاش على حد. خليك في حالك في الفتره اللي انت جاي فيها، جاي شجع النادي الاهلي، تعالى شجع النادي الاهلي بدون مشاكل، واعرف النقط اللي بنتكلم فيها عشان خاطر انا بقول لكم على حاجات تحميكم. اخر حاجه وعايز اقول لك عليها برضو ديت مهمه يعني، التدخين في الاماكن المغلقه هنا ممنوع طبعا، التدخين في الاماكن المغلقه، وفي اماكن معينه لازم الاوبن اريا هنا التدخين في الاوبن اريا، فخلي بالك برضو عشان في الارم في كل مكان وفي كل محل والكلام ده كله، وفي اماكن مخصصه للتدخين. اخر حاجه هتكلم فيها في السريع كده هي ان انت لما تكون في زياره عند حد وانت غير مرغوب فيك وقال لك اطلع بره بيتي، او اطلع بره، او قالت لك اطلع بره، اطلع بره. ما تاخدهاش بقى حته الكرامه والنقحت عليا والكلام ده وازاي وتتخانق وتعمل، لا اطلع بره، دي ممتلكات خاصه وانت كده في ملكيته الخاصه، حتى وان كان صديقك واختلفتوا مع بعض، حتى لو كانت صديقتك واختلفتوا مع بعض، حتى لو كان حد من عيلتك واختلفتوا مع بعض وقال لك اطلع بره. قواعد هنا بتحمي صاحب الملكيه الخاصه، وطالما انت في بيته في الجنينه بتاعته في المحل بتاعه، انت في ملكيه خاصه. حتى لو انت كنت جوه محل وصاحب المحل قال لك اطلع بره، اطلع بره خلاص، معلش بلاش حته الكرامه انها تنقع عليك قوي كده، واطلع بره عشان ما تعملش لنفسك مشاكل. تمام؟ لان في ثانيه هتلاقي 911 جت، الشرطه جت، هتلاقي الموضوع اخد ازيد من حجمه بكتير جدا جدا جدا. هتقول يا ريتني كنت غمضت عيني او قفلت ودني وعملت نفسي مش سامع حاجه وطلعت بره. شكرا ليكم، واتمنى ان الفيديو ده يكون نفعكم او يكون جاب نتيجه معاكم او يكونوا استفدتوا منه. واتمنى ان كل اللي يشوف الفيديو ده يعملوا لايك ويشيروا، وعشان خاطر بس الناس كلها تستفيد منه ويوصل لاكبر عدد من الاهلاويه اللي جايين مصر او المصريين اللي جايين مصر عشان خاطر يتفرجوا على مباراه النادي الاهلي. شكرا لكم جزيلا، ويا رب دايما الاهلي منتصر، الاهلي فوق الجميع، وفي انتظاركم ان شاء الله، وتنورونا في امريكا، ويا رب دايما نتمتع كده بالاهلي وبمبارياته. السلام عليكم.